تحية بشعار الله الوطن. الحمد لله تورنوا دازت في واحد الحله اللي هي مزيانه، والدراري كانوا مزيانين، لعبوا باريحيه وكانوا لعبوا بقتاليه وكانوا مزيانين، والحمد لله تاثرنا اننا نربحوا هذا التورنوا. وكنشكروا السي رحال والعائله ديال رحال كامله، ونتمنوا ان شاء الله التيسير لهم في جميع الامور ديالهم، والله يرحم حليمه الله يرحمها والله يرحم بارحه. رمضان كريم، عواشر مبروكه، والله يدخل علينا كل شيء ويجيب العيد بخير وعلى خير المغاربه والمسلمين كلهم. وتنترحموا على الحاجه زوجة السي رحال الله يرحمه تا هوايا، لان الدوري دار على في الاسم ديالها. نتفكروا هذه العائله الكبيره اللي دارت واحد متنفس كبير في كرة القدم والتربية، مدرسة أكاديمية ديال كرة القدم للأطفال والصغار والشباب والكبار في المدينة هنايا. والحاج عبد الواحد مشكور، والناس اللي تخدموا معاه في الخفاء والناس اللي تيساندوه ومستشعرين كذلك بالجانب ديالو، لأن هذا الشيء تيصب في واحد الحاجة أنه لصالح الشباب باش يطلعوا صالحين العائلات ديالهم والمجتمع ديالهم. راه شفنا لاعبين اللي تخرجوا من هنايا من عند النادي ديال رحال ومشاو بعيد، وكاين اللي وصل حتى للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.
اليوم هذا الدوري هذا اللي كانوا فرق صغرى في السن ديالهم قل 12 سنه. مشكور بزاف عبد الواحد والمجموعه اللي معاه التقنيه اللي تخدم في هذا المجال هذا، لان هذه الفئه هذه ما تتلعبش كثير ديال المباريات خاصه في العصبه ديالنا ديال الدار البيضاء الكبرى، لان مع الدراسه مع هذا وهذا الدوري هذا غادي يخليهم يزيدوا من المباريات ديالهم وتخليهم يكون عندهم واحد النفس كبير. ملي يبداو يكبروا غادي يكون عندهم تباري ومهم جدا في التطوير والنمو ديالهم من الناحيه التقنيه وكذلك من اللياقه البدنيه. التنظيم هائل كالعاده، الناس اللي عند الرحال تيتكلفوا بالتنظيم، كذلك الهدايا والكؤوس والميداليات للاطفال، لان هذا الشيء يبقى في الذاكره ديالهم. وكما قلت لك تنحييهم جميعا، ونتمنى ان شاء الله بان بحال الدوري هذا كما قالوا على اللسان ديال هشام الروك بان الدوري هذا ما غاديش يبقى ينحصر في الشهر ديال رمضان الكريم، ولكن على طول السنه. وهذا مهم جدا كما قلت، لان اللاعبين الصغار في هذاك السن خصهم يلعبوا مباريات كثيره باش يتنموا ويتطوروا من جميع المجالات باش يكونوا رياضيين في المستوى العالي.